شفت آخر قرارات الرئيس بوتين بشأن الانضمام للجيش الروسي؟ ما شفتش؟ تعال أقول لك. الرئيس بوتين أصدر قرار رسمي إن أي حد هيتطوع لمدة سنة في الجيش الروسي هياخد الجنسية الروسية. ومش بس كده، لا ده في مميزات تانية كتير. بس كده يا جماعة، ده هيكون له مميزات كتيرة قوي في الدولة. يعني كمان عند انضمامه للجيش هياخد 1300 دولار كأول راتب ليه. وبعد كده لما يتخصص في سلاح معين هيوصل الراتب بتاعه ل 3000 دولار من تاني شهر. فدي حاجة يعني رهيبة جدا، مميزات كتيرة الجيش الروسي بيديها طبعا. وفي ناس كتير عمالة تنضم يعني بصراحة. كمان هيقدر يتجوز من البلد لما يكون معاه الجنسية الروسية، فهيقدر يتجوز عادي من أي حد يعني روسي من واحدة روسية، ويبدأ بقى يعيش حياته كمواطن روسي في البلد. والأقوى بقى، الميزة الأقوى والأقوى إن الباسبور الروسي بيعتبر من أقوى الباسبورات